نحرمهاش من رزقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معاكم بسبوسة بكريمة الليمون اللي كتجي أكثر من رائعة، كتجي رائعة بزاف البنات وهشيشة بزاف بزاف بزاف، كتذوب في اليد قبل ما كتذوب في الفم، والمذاق لا يقاوم. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقة التحضير، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج مع الحباب، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد ان شاء الله. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. اول حاجه غنحتاجو نديرو السيرو هو الاول، حيت خاصو ضروري السيرو يوجد باش محدو هو كيبرد وهو كيتقال. درت هنا دوائر ديال الليمون، كاس ونص ديال السنيده، كاس ونص مع كاس ديال الماء. غنديرها على النار تتغلى، غيطلع الغليه ونزولها ونخليها تبرد. دابا غنبدا نصاوب في البسبوسه. عندنا 2 بيضات، قبيصه ديال الملحه، كاس معمر ديال السكر، كيس ديال الفانيلا. صافي نخلط هاد السكر مع البيض مزيان، نخلطو مزيان حتى كيذوب هذاك السكر مزيان بحال هكذا. صافي كنبدا نضيف في الزيت بشويه بشويه، كاس ديال الزيت، متصاوبوش كله في خطره، نديرو غير بشويه بشويه وانتم كتحركوا. هاد البسبوسه غنديرها بالليمون. دابا غنضيف نص كاس ديال الليمون، برتقال، ليمونه، نص كاس ديال العصير ديال الليمون، ياغورت، عرفتي البسبوسه كتجي واعره واعره البنات. بسم الله. الكاس الاول، الكاس الثاني، نخلط السميده حتى تدخل تماما. بس سميده الدريات اللي غيسولوني، انا استعملت السميده الرقيقه، ها هي مكتوبه هنا، اللي كنستعملو في البسبوسه والحرشه في هادشي كامل. هذا راه ماشي اشاره، غير باش تعرفوا اشنو استعملت. حيت ما ندير نص كاس ديال الكوك، ما كانش عندكم الكوك ديروا نص كاس ديال دقيق الفورس، الدقيق الابيض خاص بالحلويات. خميره الحلوى غنديروا 2. انتم تقدروا ديروها غير في مول واحد، ديروها فيه. انا هانتوما وجدت انا هادو باش ما يعطلش لكم الفيديو، باش ما يشدوش ليا الوقت. هادو درتهم، دهنتهم شويه زيت الزبده ورشيتهم بالسميده، نفس السميده اللي استعملت. صافي غنشعل دابا الفران يسخن وغنبدا نعمر فيهم. معلقه عامره ونص، طبعا نكمل بنفس الطريقه نعمرهم كاملين. المهم كما شفتوا انا عمرتهم كاملين ومازال عندي هنا مازال الخليط. هذا الخليط ضروري غادي نزيد فيه واحد نغيزه ديال عصير الليمون ولا الحليب، واحد المعلقه ولا معلقه ديال الحليب ولا معلقه ديال الليمون، حيت غادي يتجمعوا. دابا غندخلهم الفران ونقص عليها النار مهيله من التحت حتى كتبان ليا كتحمر من الجناب، باش طيب على خاطرها طيب مزيان من الداخل. تحمر من الجناب صافي نطفي عليها من الاسفل وكنشعل عليها على الوجه ديالها. هادشي اللي كاين. يلا طيب ان شاء الله ونرجع معكم. كما راحتو ها هما خرجتهم، هما سخان. ها السيرو ها هو راه بارد. ديما البسبوسه تكون سخونه والسيرو يكون بارد. صافي غنسقيهم كاملين. هذا غير كيزولوا، راه ماشي صعاب ولا شي حاجه. هانتوما
دابا غنوجدو الكريمه. كاس عصير ليمون باش تجي كريمه بلا هاد الليمون، وكاس ديال الحليب. كيس ديال الفلون ديال الشينوا، تقدروا ما ديروش. ومعلقه ديال الدجاج، و3 المعالق ديال السكر يكونوا عامرين. صافي، ونخلط هاد المكونات مزيان. غنزلو على النار حتى كيعقد ليا يولي كريمي. بالنسبه للتزيين غنزينهم بهاد الطريقه هذه. ندهن ليهم الجوانب ديالهم بهذا نفس السيرو اللي وجدت. صافي، هاد الحفره راه غنعمرها بالكريمه اللي وجدت معاكم. صافي، غنمردها في الكوك بنفس الطريقه. نبقى تنكمل الكميه كامله بما وجدت ليا الكريمه. بحال هكذا. صافي، غنخليها نكملها بنفس الطريقه كما شفتوا. راني زينتهم. بالنسبه للكريمه ها هي وهي سخونه، نزلوها على الكيكات قبل ما تجمد باش الكريمه تجمد وهي هذا. معلقه كتعمرها. نخليها حتى تبرد مزيان، عاد نزينها بواحد الحبيبات. الا كان عندكم عريش ديال النعناع ديروه. انا النعناع ما بقيتش كندخلو للدار، نكذبش عليكم، ما بقيتش كندير النعناع في الدار نهائيا، على حساب كانت عندي هذيك جرثومه المعده، ما كندورش بهذاك في الدار كاع نهائيا، حيت كيعجبني. ولا مشيت حتى للدار ضروري غنديرو. هادشي اللي كاين. غيتبرد ورجعناه. ها نتوما البنات شنو ليا دابا. شوف شو واحد النحله هجمت عليا. غادي كنشوف هاك لحمي كيبوش وحق الله، كان ما عنديش ما نحرماش من رزقها. المهم هذا هو الشكل النهائي، وغنزيد عليه شي ديكور من الفوق. بقاو معايا. المهم الحيله راه حاضره. وانا زينه بواحد حبيبات ديال الشوكولاته. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي. درت ليه هذوك الزويقه تاع خافي ظراف. هانتوما ما شاء الله كي كتجي، راه ما شاء الله كتجي زوينه. والمذاق راه ما نقولش لكم، انا نقطعها معاكم. بسم الله. شوف كتجي، والبسبوسه كتجي هشيشه. وهذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. خليت لكم راحه الله. بسلام عليكم.